حكايتي بدأت بعد ما اتخرجت من الجامعة بتقدير جيد جدا. وقتها ما كانش بيتقدم لي حد مناسب، ففكرت اني اشغل وقتي واشتغل، وفعلا لقيت شغل مناسب جدا وانشغلت في شغلي اللي حبيته وبدأت اكبر فيه واسمي بيكبر معاه لحد ما وصل سني 33 سنة. في الوقت ده اتقدم لي شاب اكبر مني بسنة واحدة، ولكن ظروفه المادية كانت صعبة شوية، ولكني وافقت وقررت اني اقف جنبه واساعده ماديا، لان بصراحة حسيت ان دي اخر فرصة ليا في الزواج وكنت خايفة اني اضيعها. بعد ما اتفقنا على ميعاد كتب الكتاب وبدأت فعلا ان اجهز شقتي، جات لي مكالمة من والدة خطيبي وطلبت انها تقابلني في مكان بعيد شوية واني ما اقولش لخطيبي. وفعلا قابلتها في المكان اللي هي حددته، واول ما شافتني كان باين على ملامحها الغضب والزعل. بدأت انا الكلام وحكيت لها عن تجهيزي للشقة والحاجات اللي بشتريها علشان اخفف من الزعل اللي كان باين على وشها، لكنها فجأة طلبت مني اوريها بطاقتي الشخصية علشان تتأكد من تاريخ ميلادي. واول حاجة قالتها: هو فعلا تاريخ ميلادك ده صحيح؟ قلت لها اه. قالت: لا مش هينفع كده، انت كده داخله على ال40 وفرص انجابك قليله وانا عايزه احفاد. بصراحه انا انصدمت من كلامها وحاولت اتمالك نفسي وقلت لها: انا عندي 33 سنه بس. ردت عليا وقالت لي: مفيش فرق، انت عديتي ال30 وفرص انجابك قلت، وانا عايزه اشيل اولاد لابني. وانتهت المقابله بفسخ الخطوبه. عدى بعد كده على فسخ الخطوبه 6 شهور. كانت حالتي النفسيه صعبه جدا وجات لي حاله اكتئاب وحزن شديد. والدي في الوقت ده كان ملاحظ حالتي وكان زعلان جدا علشاني، فاقترح عليا ان اذهب واعتمر علشان نفسيتي تتحسن شويه. وفعلا سمعت كلام والدي وسافرت انا وهو للعمره. وانا جالسه في بيت الله العتيق بصلي وابكي وادعي ربنا انه يهيئ لي من امري رشدا. خلصت صلاتي ولفت انتباهي ست قاعده جنبي وبتقرا قران بصوت عالي، وكانت بتقرا في الايه بتقول: وكان فضل الله عليك عظيما. حسيت انها رساله جايه من ربنا وما قدرتش امسك نفسي من العياط. وبعدين الست دي لقيتها بتقرب مني وبتقول لي: ولسوف يعطيك ربك فترضى. في الوقت ده حسيت برضا كبير وهدوء نفسي وحسيت اني ارتحت جدا. خلصت العمره واحنا في المطار رجعنا تاني بلدنا. قابلنا في المطار زوج صديقة لي كان موجود في صالة الانتظار، سلم علينا وسأل والدي عن سبب مجيئه للمطار. رد على والدي وقال له انه في انتظار صديق له جاي معانا على نفس الطيارة. ودعناه ومشينا. بعد وصولنا البيت بيوم لقيت صاحبتي بترن عليا بتقولي ان صديق زوجها شافني في الطيارة واني كنت في الكرسي اللي جنبه، وشافني في المطار وانا ووالدي مع زوجها وسألوا عليا، وقال لي زوجها انه عايز يتقدم يخطبني لان خير البر عاجله. حكيت لبابا فرح جدا وقال لي اديهم ميعاد يتفضلوا يجوا يقابلونا فيه. وفعلا اتقدم وخطبني. كنت حاسه براحه من ناحيته كبيره وحاسه اني مبسوطه. وبالفعل خلصنا امور الزواج كلها في 3 شهور بس، وبدات حياتي الزوجيه بتفاؤل لاني لقيت في زوجي كل اللي تمنيته فعلا، وحسيت ان ربنا فعلا عوضني خير. ولكن كلام ام خطيب السابق كان دايما يجي في بالي ان عديت ال30 وفرص انجابي قلت، وكنت خايفه جدا ليكون كلامها صحيح، خاصه اني اتاخرت في الحمل شويه. بعدين طلبت من زوجي اننا نروح لدكتورة علشان نعرف سبب التأخير، وزوجي ما اعترضش ووافق على طول. وفعلا رحنا للدكتورة اللي صدمتني اول ما بدأت الكشف وقالت لي: انت جايالي علشان تعرفي سبب تأخير الحمل، بس احب اقولك انك حامل. طبعا في الوقت ده الفرحة ما كانتش سايعاني، كنت اسعد واحدة في الدنيا انا وزوجي. مرت شهور من الحمل وانا طول فترة الحمل باكد على الدكتورة اني مش عايزة اعرف نوع الجنين، اهم حاجة صحته، بعد كده اللي يجيبه ربنا خير ونعمة من عنده. ولكن كنت ملاحظة ان حجم بطني كبير غير طبيعي، واني على طول تعبانة جدا ومش زي اي واحدة من اصحابي لما كانوا حامل. ولكن الدكتورة كانت دايما بتطمني وتقول لي عادي علشان دي اول مرة. وجه وقت ولادتي وخرجت من غرفة العمليات وفقت وانتظرت الدكتورة تجيب لي مولودي. وجات الدكتورة وقالت لي: ها نفسك يكون ولد ولا بنت؟ قلت لها: اهم حاجة الصحة والخلقة التامة، مش مهم عندي نوع. ردت عليا الدكتورة وقالت لي: طيب ايه رأيك انك ولدتي 3 توائم؟ وقتها ما كنتش مدركة اللي الدكتورة بتقوله، وطلبت مني اني اتحكم بردود فعلي لاني فعلا ربنا رزقني ب3 توائم مرة واحدة. وقالت انها كانت عارفة من اول كشف كشفته عليا، ولكنها ما قالتليش علشان ما توترش خلال فترة الحمل. وافتكرت في الوقت ده قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. صدق الله العظيم.